صباح الخير على كل الناس اللي معنا اليوم. رح نقدم اليوم وصفتين من وصفات ملوك الشام. طبعا هي وصفات سورية. أول وصفة رح تكون هي تقريبا معروفة بالوطن العربي. ثاني وصفة رح نطبخ الخرشوف بطريقة سورية. الخرشوف طبعا مثل ما بنعرف انه هلا الموسم تبعه بيتاخذ بسعر رخيص، بيتقشر وبينحط بالفريزات. طبعا رح انوه على موضوع الفريزر او التخزين تبعه ضمن الحلقه. عندنا رح نبلش اول شيء اليوم بالخرشوف بالجريتان او بالبيشاميل. رح نطلع بالمقادير تبعه. عندنا اول شغله ربع كيلو لحمه ناعمه. عندنا رح ننسفها طبعا على النار. عندنا فليفله حمراء فليفله خضراء رح تنزل معها على النار. عندي للبيشاميل عندي رح يكون زبده 100 جرام، دقيق تقريبا الدقيق طبعا 100 جرام. رح يكون معنا كمان ميه فراخ عشان البيشاميل. عندي الحليب، عندي كريمه لباني. طبعا اذا حبيتوا تستغنوا عن الكريمه اللباني ما في اي مشكله. وعندي طبعا الخرشوف اللي انا سالقه تقريبا نص سلقه ومقشره. طيب نرجع بنعيد المقادير من اول جديد. رح نقول عندنا 250 جرام لحمه مفرومه. رح نعصجها على النار مع فلفله حمراء والفلفله الخضراء، وطبعا ملح وفلفل اسود. عندي للبيشاميل تبعها عندنا طبعا رح يكون زبده 100 جرام، عندي دقيق 100 جرام، عندي كريمه لباني، عندي حليب، عندي ميه فراخ. طبعا رح يكون معي انا ملح وفلفل وجوزة الطيب للبيشاميل. طبعا جوزة الطيب مع البيشاميل رح تعطيني نكهه كثير قويه. اول شيء انا رح ابلش اعصج اللحمه لبين ما ونحن بنتكلم على كل شيء ان شاء الله نحن شغالين. رح احط اللحمه على النار. رح نحط الزيت اول شيء. حطينا اللحمه على النار، بديها تتعصج كويس. انا ما ضفت لها بصل. بنجيب معلقه شوي اجمد. هي حطيناها على النار، بدي اياها تتعصج انا بطريقه تستوي معي بسرعه مشان احطها على قرص الخرشوف. اخذت انا طبعا نص كميه اللحمه لاني عندي نص الثاني هو للوصفه الثانيه، وانا رح اعصج هلا بهي الطريقه. هي على النار عم تتعصج معي. انا رح بلش بالبيشاميل. عندي اول شغله رح اخذ الزبده معي، رح احطها على النار. واجيب المضرب. طبعا ننتبه على الزبده، ما بديها ابدا انا تحترق. طبعا انتم بتعرفوا انه فيها نسبه حليب ومي، ما بديها انا تحترق ابدا معي. ندوبها طبعا بسرعه ونحط عليها طبعا الدقيق. رح نزود شوي هون الحراره على اللحمه. وعندي زبده هون عم بتدوب. طبعا موسم الخرشوف تقريبا على انتهاء. طبعا ما في حدا من مثلا عندنا بسوريا الموسم تبعه خلص بيجي بنخزنه بالفرايز. كيف رح نخزنه نحن بالفرايز؟ نحن بالبيت عندنا مثلا كنا نجيب الخرشوف نقشره، او كنا نجيبه مقشر جاهز خالص منقوع بميه وملح. ميه وملح ليمون. ملح ليمون هي ماده مثل الليمون بس عباره عن ماده صناعيه، هي بتغنيني عن الليمون الطبيعي. طبعا نحن بنستخدمه كثير بالسلطات السوريه. منقوع بميه الليمون. بنجيبه على البيت، بنحط الحله على النار، تغلي الحله، بنحط معها ملح. ملح رح يكون ملح طعام يعني ظاهر ملح الطعام شوي. بنحط الخرشوف وبنسلقه تقريبا ربع سلقه، وبنطلعه وبنفرشه على الصينيه تبعه ليبرد. بعدين بنعبيه بأكياس وبنقيمه. بيتم حافظ على اللون تبعه الابيض
بيتم حافظ على جودته وبنطلعه بوقت الشتاء كله وبناكل منه نحن بسوريا. يعني حطينا الزبده على النار، اللحمه بلشت عندي هون تتقلب بشكل كويس. راح انا احط الزبده او عفوا الطحين فوق الزبده. طبعا راح تكون قد بقد، يعني 100 جرام زبده مقابلها 100 جرام طحين، 50 جرام زبده 50 جرام دقيق. حطيناها صار عندي طحين وزبده اللي احنا بنسميها رو. طبعا ما بدي اياها تتحمص الزبده مع الدقيق بشكل قوي، ما بدي اياها تتغير لونها، يعني يا دوب بس اعطيها تحميصه صغيره شوي صغيره مشان طعمه الدقيق ما تبين معي بالبشاميل. راح نزيد انا حراره هون تمام 100 هيك نحن نكون اكتفينا بالدقيق. عم نستنى طبعا. راح اجيب انا طبعا الجاط، راح احط فيه الخرشوف جاط البريكس عشان ادخله طبعا على الفرن. عندي انا هون شقف الخرشوف اللي انا مقشرها قبل هالوقت وحاططها على حيطه طبعا مي وملح. بهي الطريقه رح تدخل معنا نحن. شايفين الزبده شلون عم تتحمص مع الدقيق مع التحريك كويس. عندي اللحمه هون بالسليم. يعني بالنسبه لسوريا هو من احلى الفصول حاليا، هو فصل هلا الموجودين نحن فيه. المونه بتنزل، ورق العنب بتنزل، بازيلا بتنزل. وانا حبيت اسرع بموضوع حلقه الخرشوف مشان موضوع الحق الوصفه تبعي. اكيد كل الناس بتعرف كل وصفات، كثير ناس عندها كثير وصفات، نحن بنحب نقدم فكره، حتى الوصفه الثانيه بنقدم الفكره الثانيه كمان، هي بس عباره عن تذكير لست البيت بكل شيء نحن عم نعمله بالخرشوف. عندي الزبده بلشت تعطي معنا. انا رح اجيب الحليب او اللبن، راح احطه فوق الزبده وحرك على مهلي مشان ما ترزرز. هي راح تشد معي القوام تبع البشاميل. شايفين كيف عم بيشد؟ كل ما شد نحن بنعطيه حليب. طبعا راح احط معه شويه مرقه فراخ عشان اعطيه نكهه البشاميل او اعطيه نكهه الفراخ. طبعا ما في شيء بالبيت بينكب. سلقتي فرخه بردي المي تبعه، حطيها بكيس ودخليها على الفريزر، وحطيها باي شيء ودخليها على الفريزر، راح تنفعك احسن من موضوع المكعبات اللي نحن معنا دائما نعاني منه بصراحه. موضوع الصحه هو كله من المواد الموجوده بهالمواد الصناعيه. طبعا معي ابتسام. كيفك يا ابتسام؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام، عامله ايه؟ طمنيني عنك. السلام، حضرتك طيب؟ الله يخليك يا رب، وانت طيبه يا رب، ينعاد عليكي بخير. الله يبارك لك يا شيخ. يا شيخ انا عندي لحمه مفرومه دلوقتي ونفسي اعملها كفته حياتي، ما تفكش منه، يبقى طعمها جميل زي اللي بتتباع بره. كفته ايه؟ يا ريت حضرتك عايز اعمل لك كفته زي اللي بتتباع بره. يعني كفته الحياتي كده مثلا. يعني زي الكفته المشويه يعني. اعملها مثلا على معلقه واشيلها وادخلها الفرن، مش هحمرها يعني. ممكن حضرتك اللحمه اللي عندك. نعم؟ اللحمه اللي عندك فيها نسبه دهن كام؟ ما فيهاش دهون خالص، انا مش عايزه فيها دهون عشان الدايت. ما فيهاش دهون ابدا. هي كده كده هتمسك معاكي يا اختي ابتسام، لاني خلاص هي ما فيش دهن. بس انت لو حطيتي معها بيضه وحطيتي معها ملح وفلفل ابيض او بهار عربي اللي بتحبيه انت، ودخلتيها بتعمليها قراص على ايدك وبتدخليها على الفرن، هي كده كده مش هتفك معاكي ولا هتشقشق حتى. شكرا لاتصالك يا ابتسام. طبعا
كنا شغالين بموضوع حلقاتنا على الطبخ الشامي او الطبخ من بلاد الشام. في ناس سالتني كثير انه عايزه كثير اكلات، بدها كثير اكلات مني شاميه معروفه، او انا بحضر طبعا كل شيء معروف او كل شيء نحن بنحسن نقدمه طبعا بالحلقات. اي حدا من المشاهدين مثلا بحب يسالني على اي شيء او يسالني على بعض الوصفات انه يحب انه نحن نشتغل له اياها بالحلقات الجاي، طبعا انا كمان بكون عم بستنى اتصالاتكم بالموضوع. معي هلا. الو. هلا، ازيك يا هلا؟ ازيك يا شيف؟ عامله ايه؟ طمنيني عنك. الحمد لله والله. امريني يا هلا، عم بيعجبوكي وصفاتنا؟ عايز اسال على كباب حله. كباب الحله، تكرم عينك يا هلا. راح اقول لك طريقه الكباب حله يا هلا ان شاء الله. ان شاء الله بس بعد الفاصل نحن هنحط الملح على اللحمه ونحط الفلفل، وعندي انا البيشاميل شغال معي كويس، انا عم بزيده شوي شوي لبين ما يجهز معي البيشاميل. رح احط عليه انا البهار الابيض، رح احط عليه الملح، رح احط عليه جوز الطيب لبين ما نرجع بعد الفاصل ان شاء الله. نطلع فاصل ثانيه. البيشاميل عندي جاهز، انا حطيت له بالاخر ربع معلقه جوز طيب، حطيت ملح، حطيت بهار ابيض، حطيت كريمه لباني. طبعا كريمه اللباني اختياري، هو بكفي عليه انه شايفين عندي هو صار عندي سماكته ولزوجته كويسه. رح اشيله انا على طرف، ورح اشيل انا الحليب تبعي كمان على طرف. بدي ابلش انا اصف اللحمه عشان اعمل الجريتان، يكون معي جاهز. رح اصفها انا بهي الطريقه. طبعا اي نوع من المكسرات حبيتوا تدخلوها معكم كمان تكون فكره ظريفه. انا حبيت اكتفي بالمقادير الموجوده معي عشان ما اصعب على ست البيت. المقادير موجوده باي بيت اكيد. شايفين الطريقه هي؟ طريقه سهله على فكره يعني. رح اكتفي بهي الكميه هون. طبعا رح انا اضيف البيشاميل على الخرشوف. انا عندي الخرشوف مثل ما قلنا نحن مستوي تقريبا 3/4 سوا. رح نكمله بالفرن. رح احط الجبنه الموزاريلا عليه وادخله على الفرن. طبعا نحن حكينا على موضوع الوصفات السورية، واللي بيحب او يكون بده يعرف اي موضوع عن الاكل السورية انا طبعا عم بستنى اتصاله معي بالحلقة، او مشتاق عليها او حابب يستفسر عنها. عندي الجريتان انا جاهز، انا رح ادخله الفرن عشان يعطيني حمار واكفي موضوع سوى الخرشوف اللي بقلبه. هيك نحن عندنا تكون اول وصفه تقريبا جاهزه عندي. رح بلش انا بالوصفه الثانيه، بس اعمل لي وش تنظيف هون مشان اعرف اشتغل. معنا حسام. ايوه. ازيك يا حسام؟ وسلم. انت عاوز منين؟ اعرف طريقه عمل الشاورما السوري. الشاورما؟ السوري. مستمعك يا حسام، عايز تعرف طريقه ايه؟ الشاورما السوري.
الشاورما الفراخ. سوري. فراخ. ماشي، تكرم عينك يا حسام. تكرم عينك. راح اقول لك طريقه الشاورما السوري. راح احط انا طبعا، راح ابتدي بالوصفه الثانيه اللي هي الخرشوف اللي راح نطبخه باللحمه نحن. راح اول شيء ابتدي انا عندي للمقادير تبعه. راح نطلع بالمقادير يا استاذ احمد. عندي الخرشوف تقريبا مسلوق كمان نص سلقه، عندي لحمه مفرومه، عندي الدهنه ضروري كثير 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 موضوع الخرشوف اللي هي راح تعطيني الطعمه. راح يتقدم طبعا، هي موضوع طبخها كثير سهل. راح ينزل معها طبعا ملح وبهار وبس. راح يتقدم على طرف جنبها كوب زبادي بنحط عليها او بنحط تاكليه جنبها طبعا. واكيد الرز اللي راح نطبخه هلا راح يكون كمان جنبها. انا راح اعلي اول شيء على الرز على النار. اول شيء راح حمص الرز. نحن بالنسبه لي حطيت الرز على النار تقريبا بحدود الكوب رز. طبعا نحن عم نحمص الرز. راح اطلع ارجع بالمقادير. عندي خرشوف موجود معي مسلوق نص سلقه، عندي لحمه مفرومه، عندي دهنه، وعندي ملح وبهار له بس، وعندي الزبادي راح يتقدم على طرفه. انا عم بحمص الرز. طبعا انا اي نوع رز بحب احمصه بصراحه، ما بحب مباشره اضيفه على النار. راح احط مع الرز ملح، والبهار الابيض اللي نحن استخدمناها قسمتها بالنص بينه وبين البيشاميل. راح احط البهار الابيض عشان يعطيني طعم كمان طيبه. صار معي على النار. راح اضيف انا هلا ميه الفراخ اللي موجوده معي. تقريبا الرز بياخذ قد بقد. راح احط السمنه. هلا انا على الوش عندي سمنه للرز، ما راح احطها كلها. انا راح احط ربع الكميه بس، مثل ما تكون شايفين. الربع او الاضافه الثانيه لما بكون الرز مطبوخ جاهز انا راح احط السمنه هو على البارد. بيعطيني نكهه السمنه كويس وبيتفلفل معي. الرز على النار. انا راح هلا ابلش بالوصفه الثانيه اللي هي بالارضي شوكي. اول شيء اشغل عندي النار واجيب الطاسه تبعي. الطاسه تبعي رح تكون بهي الطريقه. بحطها على النار وانزل الدهنه اول شيء مشان تتحمص معي، واقلي فيها الارضي شوكي. الدهنه هي رح اقلي فيها انا الارضي شوكي. هي الكميه اللي معي هون. اخليها انا شوي تدوب. عندي الرز هون على النار وضعه بالسليم، الدهنه عم بتذوب. طبعا اللحمه هلا راح ابلش انا اقرصها بشكل دوائر معي. راح اجيب انا طبق. هي اللحمه عندي راح احط عليها ملح وشويه فلفل اسود. الخرشوف من الاكلات او الارضي شوكي من الاكلات السوريه اللي كثير 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 محببه بسوريا. مثل الوقت يعني مثل ما قلت لكم الموسم تبعه. راح اطلع انا اشيك على الرز اللي عم يغلي معي. راح اوطي عليه وغطيه
عشان يدخل بالسوا تبعه. طبعا الدهنة عندي أنا بلشت تذوب. أنا راح أقرص الكبابة عندي، أو نحن بنسموها هون بمصر الكفتة، عندنا اسمها كبابة، هي اللحمة المفرومة. راح أقرصها بهي الطريقة. كان في معنا اتصال وبيسأل على موضوع الشاورما اللحمة الفراخ. نحن الشاورما الفراخ عملناها بالحلقة السابقة. طبعا كان عندنا فرخة مخلية، كان عندنا ليمونة، كان عندنا حبة برتقان. طحنا البرتقان مع الليمون، حطيناه مع الفراخ، حطينا معه ملح، حطينا معه جوزة الطيب، حطيت معه هال، حطيت معه زنجبيل، حطيت معه بهار ابيض وفلفل ابيض وفلفل اسود، وحطيت معه زبادي وخل تفاح. عملت المارينيه تبعه ونقعته فيه تقريبا شي بحدود ال10 ساعات. بعدين بطلع انا بقطع الفراخ وبنزلها على الطاسه وبقليها. بعد ما بخلص تقليتها بالطاسه بدخلها على الفرن. وعلى سيره الفرن خلينا نشيك على موضوع البيشاميل معنا. اوه تمام، الوضع كويس معي على البيشاميل، يعني دقيقتين بكون عندي اول طبق انا جاهز. لبين ما انا عندي الدهنه تتقلى. راح احط مع الدهنه حبات كرات اللحمه عشان تتقلى معها. الرز عندي على النار عم ينطبخ. وضعه بالسليم. بقلي الدهنه. راح اقلب البيشاميل بقلب الفرن، راح اديره على الطرف الثاني بس عشان ياخذ اللونين الحمار. الوضع عندي بالسليم، شايفين اللون ما احلاه صار. راح اعطيه بس برمي ارجع ادخله يعطيني ذره حمار صغيره بس. يكون عندي انا الطبق اول كمان تقريبا جاهز. راح اغير الجوانتي، اشتغل بقى بجوانتي نظيف. طبعا اللحمه على النار، اللحمه عندي على النار انا راح اعطيها لون قبل ما احط لها المي تبعها واحط طبعا الخرشوف. انا لبين ما تحمر معي اللحمه طبعا ما راح اعمل اي شيء بين الفاصل لبين ما ارجع انا واشوفكم ونطلع فاصل. رجعنا مرة تانية معكم. طبعا بين الفاصل انا طالعت الجريتان صار عندي موجود جاهز بهذا المنظر. طبعا معي انا زعتر اخضر راح احط على وشه بهي الطريقة هي. هيك يكون عندي انا وصفة جاهزة. بيشاميل، عملت البيشاميل، عملت الجريتان بعصج باللحمة والفلفل الاحمر والاخضر. البيشاميل عملته بالزبدة، عملته بالدقيق. طبعا حطيت 100 جرام دقيق، حطيت 100 جرام زبدة، حليب، حطيت كريمه لباني. طبعا الموضوع اختياري كريمه لباني. حطيت مية فراخ، حطيت ملح وبهار ابيض او فلفل ابيض، وحطيت جوزة الطيب. بين الفاصل انا نزلت عبقلي اللحمه المفرومه اللي انا عاملها طابات، نزلت معها انا الخرشوف خليته يتقلى معها. راح اضيف عليها الثوم عشان يتقلى كمان معه. وهي عم تتقلى انا الرز عندي تقريبا رايح يكون جاهز عندي. راح نزل مباشرة، راح اعمل ملح، راح احط بهار او فلفل اسود، راح احط بقى هنا مية اللحمة. بدي اياه بقى ينطبخ بشكل نظامي عندي بهي الطريقة. وخليه على النار تقريبا بحدود يعني 10 أو ربع ساعة تقريبا.
راح اغطي عليه عشان ينطبخ بسرعه. هلا هيك بعيفه انا، خليه ينطبخ، ومن المي تبعه بتاخذ ريحه الخرشوف او طعم الخرشوف، بتاخذ ريحه اللحمه، بتدخل كلها ببعضها. الرز عندي انا جاهز، رح شيله انا على طرف. طبعا ما رح اسكبه بسرعه. بعد ما انا شلته، الحركه الثانيه اللي انا دائما بعملها انه هي بعد ما هو يكون مطبوخ انا اشيل معلقه سمنه واحطها معه بهي الطريقه واسكر عليه. راح اشم ريحه السمنه وانا عم باكل، طعمي عن جد راح تكون كثير طيبه. طبعا راح اقدم انا اجهز اطباق تقديم. راح اكتفي بهدول الطبقين. طبعا الخرشوف عندنا هون، طبعا راح نذكر بالمقادير. الخرشوف اللي نحن هلا عم نطبخه اللي هو عندنا خرشوف او 5 حبات خرشوف او 6 حبات خرشوف. عندي ربع كيلو لحمه انا مدعبلها، عندي ملح وبهار. حطيت معهم مي. طبعا حطيت الدهنه على النار ومعي الدهنه كمان. حطيت الدهنه على النار، ذوبت الدهنه وحمصت فيها اللحمه وحمصت فيها الخرشوف وخليتها تنطبخ مع ميه اللحمه. والرز حطيته على النار راح يتاكل جنبه. نحن بنقدم معه بسوريا اللبن او الزبادي، بيكون معنا زبادي نحن بهالطريقه. طبعا زبادي ساده بنحط فوق الخرشوف ونحن عم ناكله مع الرز. انا راح اسكبه بطبق التقديم تبعه، وهي طبق التقديم تبع الزبادي كمان. طبعا انا بحاول انه انا اخلطه بشكل كويس عشان موضوع المي اللي بتطلع بالزبادي. على فكره يعني الموضوع اللبن او الزبادي نحن عندنا بسوريا بهالوقت كثير 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 يعني موضوع مهم. الربيع، اللبن الربيعي، الجبن الربيعي، كله بيكون نحن عندنا بهالوقت من الموسم السنه. وعندي هي هون جاهز الطبق هذا. راح اشوف شايفين كيف عندي انا عم ينطبخ بهي الطريقه. راح اسكب الرز. شايفين كيف؟ شايفين الرز تبعي كيف مفلفل؟ راح ابعث لك اسكب الصحن بتاعي يا استاذ احمد، ابعث لك الحله كلها انت والشباب، عزيمه مني. واللحمه عندي بدها تقريبا 5 دقائق. طيب نجيب طبق التقديم تبع الرز، راح نحطه بهي الطريقه. راح اجيب غير هالمعلقه بس. معالق الخشب مالها، راح اشتغل بسيليكون، كل حاجه سيليكون، خلينا على الخشب يا عم. ولا معالق الالومنيوم اللي كنا نشتغل فيها، ولا حسبي الله ونعم الوكيل هالزمن. راح نجهز الرز. راح اطب الرز. عندي هذا الرز جاهز. راح احط عليه شويه فلفل اسود، شايفين؟ بس واطلع على بلشت المي عندي انا تسمك. الخرشوف عندي بلش يعني بده دقيقه بس. تمام، تقريبا جاهز. شايفين لونه ما تغير معي ابدا لما انا سلقته وحطيته بمي وملح. طبعا انا جبته مباشر، قشرته واشتغلت فيه. لو انا حاطه بمي وملح لمده تقريبا شي 3 ساعات راح يطلع معي ابيض، يعني راح يبيض بميه عفوا ميه الملح الليمون. الملح الليمون بالنسبه للارض الشوكي بالتخزين كثير كثير ضروري، يعني راح يعطيني اللون الابيض قبل ما انا اسلقه
على النار تقريبا ربع سلقه وافرزه بالفريزر. رح اجيب كمان طبق التقديم تبع الارض شوكي، او يمكن نحطه جنبه احسن. رح اجيب معلقه سكب، شايفين هي الطريقه. رح اشيل هي كل ستات البيت اللي موجوده عندنا لما بتطبخ على النار هي فتحت الغطا هيك طلع البخار على وشها، بتحس حالها عم تاخذ ماسك مثل ما قال لي الاستاذ احمد. وعلى فكره استاذ احمد انا كمان بكشف الغطا عشان يجي البخار على وشي. محمر خجلا منك يا استاذ احمد. طيب انا بدي ادوق بس المي تبعي، طالع كيف السماكه تبعها. تحفه. راح اقدمه انا بهي الطريقه جنبه. موضوع الدهن بالطبخ بسوريا او بحلب موضوع كثير مهم، يعني اذا ما شر الزفر للعكاس ما هي اكله. طبعا الزفر على العكاس يعني ياكل بايديه وتلاقي الزفر عم يشرب من هون. طبعا ما هي اكله. طبعا انا رح احط شويه مرقه، كثير مهم موضوع المرقه. طيب نرجع، نحن خلصنا الطبق تبعنا. رح نذكر مشاهدينا بالوصفه الاولى اللي عندي، اللي هي كانت عباره عن خرشوف. عندنا نحن كنا نمد الوصفه الاولى خرشوف بالبيشاميل او جريتان. رح نزلنا طبعا بالخرشوف سلقناه قبل. عملنا البيشاميل على النار اللي هو مكون من 100 جرام زبده، 100 جرام دقيق، طبعا قد بقد، اي شيء رح نسويه قد بقد. حطينا الحليب على النار او اللبن، نزلنا فيه شوي شوي، حطينا ميه الفراخ على النار، حطينا الكريمه اللباني، حطيت ملح وبهار وجوز الطيب، وعطيتها قوام الكريمه تبعها. بعد ما خلصت موضوع الكريمه طبعا كنت انا معصج اللحمه تبعها، هي رح تاخذ معي لحمه وفلفل احمر واخضر، واذا حبيتوا تضيفوا بصل، حبيتوا تضيفوا مشروم، اي شيء. طبعا هو موضوع نفس، موضوع انه انا بعطيكي فكره انت تقومي فيها باي شكل من الاشكال. حشيت الخرشوفات باللحمه، صبيت على وشهم البيشاميل، حطيت الجبنه ودخلتها على الفرن، طالعناها بهالمنظر. نحن نكون خلصنا اول وصفه. الوصفه الثانيه هي عباره عن ارضي شوكي سوري، او نحن كيف ما بنطبخه بسوريا، مكون من دهنه، عندي اللحمه، عندي الخرشوف، عندي الملح والبهار اساسي، عندي ميه اللحمه الموجوده. نحن نزلنا الدهنه على النار، خليناها تذوب، حطيت مع اللحمه خليتها تتقلى مع الدهنه، بعدين نزلت بالخرشوف خليتها تتقلى وحطيت عليها الملح والبهار، وحطيت شويه ميه اللحمه، وخليتها شوي تغلي لبين ما طلع معي انا هالمنظر الحلو. طبعا بيتقدم مع الرز وبيتقدم مع الزبادي. وكنا احنا هيك ختمنا الحلقه تبعنا اليوم. راح نشوفكم ان شاء الله بكره على الف على خير، وان شاء الله بنشوفكم على خير الحلقه الجايه. كان ان شاء الله ماشي. وكان بيقولوا لي شيء هون كنت مش سامع كويس. طيب ماشي، راح ننهي الحلقه تبعنا اليوم، وان شاء الله بنشوفكم بكره على خير. باي باي.